السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرجاء الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا. أقيمت اليوم 3 مباريات لحساب الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي. النتائج كانت على النحو التالي: القادسية يفوز على الخلود ب3 أهداف دون مقابل، الرياض يفوز على العروبة بهدف دون مقابل، والاتحاد يفوز على النصر بهدفين مقابل هدف وحيد. جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباريات اليوم: الاتحاد في المركز الأول برصيد 36 نقطة، الهلال في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، القادسية في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، النصر في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، الشباب في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، الرياض في المركز السادس برصيد 21 نقطة، الأهلي في المركز السابع برصيد 20 نقطة، الخليج في المركز الثامن برصيد 19 نقطة، التعاون في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، ضمك في المركز العاشر برصيد 15 نقطة، الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، العروبة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة. في المركزين الثالث عشر والرابع عشر فريقان برصيد 12 نقطة لكلا منهما، وهما على التوالي: الأخدود في المركز الثالث عشر، والاتفاق في المركز الرابع عشر، الخلود في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، الوحدة في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، الفيحاء في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، والفتح في المرتبة الأخيرة برصيد 6 نقاط.